السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناه، نورتوني غالياتي. اليوم جيتكم بهذه الحلوى من اروع ما يكون، بواحد الحشو معسل والطري روعه روعه البنات، ومرمده في القطايف كما راكم تشوفوا، يعني ذوق وشكل ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله ونقولوا بسم الله في المقادير وطريقه التحضير. وما تنسونيش غالياتي بدعمكم للقناه، ما تنسوش الجيم والابوني فضلا وليس امرا غالياتي. هنا يا حبوباتي راح نفوتوا للمقادير. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله. المقادير تاعنا اللي هما عندي 125 غرام مارغرين البنات. هذه الكميه راهي زاكيه، يعني 125 غرام مارغرين راح تخرج لك كميه ما شاء الله. تابع معايا لاخر الفيديو وراح نحسبوا شحال خرجت لنا الكميه تاع 125 غرام مارغرين. ضفت عليهم ملعقه ونصف تاع سكر ناعم، ضفت عليهم ملعقه تاع الجلجلان، حبه تاع البيض، ورشه تاع الملح. راح نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا البنات راح نجيب هنايا غير سباتول بلا ما تسحقوا الباتر ولا يديكم، يعني من الاول راح نبدا غير بسباتول، لانه يعني المارغرين تاعي راهي بدرجه حراره المطبخ، ما راحش تدي وقت في الذوبان. هنا راح نضيف عليها الفرينه كيما هكا البنات. الفرينه ما تتقيدوش طبعا بالقيس، يعني كل وحده والفرينه تاعها. هنا راح نبقى نضيف في الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على القوام المناسب. هاد الحلوى راهي زاكيه ما شاء الله، تقطع كميه مليحه والحشو تاعها بزاف شباب. وراح نعطيكم الطريقه كيفاش نخدموا ليمون تاعها وبلا ما تشريوهم. هنايا بقيت نضيف الفرينه حتى تحصلت على هاد العجينه. شوفوا كيفاش راهي طريه. راح نحطها في كيس بلاستيكي ونبدا نخدم فيها. هنايا نجو الليمون تاعنا واللي هما شوفوا كيفاش خدمتهم البنات. هادو الليمون راهم يتباعوا برا من 10000 حتى ل 12000. انا عطيت لكم الفكره كيفاش تخدموهم، يعني هاد لي سرسو راهم يتباعوا حتى ل 12000. شوفوا البنات انا عندي هاد الرولو تاع لي بابي كويسون ولا بابي الومنيوم. المهم اختاروا الرولو اللي يجي شويه رقيق. كاين اللي الداخلاني تاعو هذاك الرولو الداخلاني تاعو يجي خشين، وكاين اللي يجي رقيق يعني يجي خشين، يعني يجي الحبه تاعو تجي شويه كبيره وتسحق لنا بزاف الحشو. انا استعملت هذا اللي جاي شويه رقيق. راح نغلفو بالبابي الومنيوم كيما هكا البنات. نغلفو كامل الكاغط تاعنا هذاك بالبابي الومنيوم هكذا. ندخلو هذوك الجوانب الزوائد كامل ندخلهم كيما هكا. هنايا هكا باش ما يتحرق لناش الورقه تاعنا، الورقه تاع الرولو هذاك باش ما يتحرق لناش. هذه في الاول. من بعد عندي هاد الكاروات قطعت بابي كويسون. راح نحط الرولو هذاك في المنتصف كيما هكا البنات، لانه كيما تعرفوا بابي الومنيوم راهو ماهوش غذائي، يعني ما نستعملوش ديريكتومون على الماكله تاعنا. راح ندير ما بيناتهم لو بابي كويسون. شوفوا كيفاش جايه البنات ولصقتهم بالزبده كيما هكا. راح نغلقهم بالزبده باش برك ما يتفتحلناش هذاك الورق تاعنا ويخسر لنا لا فورم تاع الحبات تاعنا. هذو هما لي رولو تاعنا. يعني البنات لازم تكونوا عندكم في الراس ونخترعوا حوايج كيما هكا يسهلوا علينا الكوزينه تاعنا وبلا ما نشريو كلش، راه كلش غالي. هنايا البنات راح نجيب العجينه تاعي، راح نجيب بالكميه صغيره، راح نحلها كيما هكا بالحلال. راح نخدمو كيما نخدمو لي سيجار برك، راح نديروهم شويه صغار. هنايا العلا تاعك راح انتي تتحكمي فيه. انا درت حوالي 2 دوا، يعني 2 اصابع كيما هكا. راح نحي الزوائد اللي منا ومنا ونرولي على هذاك المول اللي خدمناه كيما هكا بهذه الطريقه. نحي الزوائد ونغلقها مليح من تحت كيما هكا بهذه الطريقه. هنايا البنات برك كي تجوا راح تحطوا فيها في سنيوه حطوها على القاعده تاعها تكون هذيك الجهه اللي غلقناها، يعني باش ما تتحللناش في الفور تاعنا. طريقه سهله وبسيطه. شوفوا هنايا كيفاش ستفتهم. راح ندخلهم للفرن على 180 درجه يطيبوا من تحت. نزيد نحمر لهم شويه من الفوق ونجي نجبدهم. شوفوا هنايا راح نجبدهم البنات يعني بكل سهوله راح يتنحاو. خليتهم بردوا غير شويه وراح نحيهم معاكم بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش جاونا روعه البنات. كما قلت لكم برك استعملوا الرولو اللي تكون الدائره تاعو شويه صغيره باش ما تجيكمش الحبه كبيره وشامته. هنايا راح نمروا للحشو البنات. عندي 2 كيسان تاع كاوكاو محمص ومطحون، عندي نص كاس تاع جلجلان محمص ومطحون، وعندي نص كاس تاع حلوه الترك.
طبعا الحشو يبقى اختياري، لكن جربوا هذا الحشو راهو بنين بالبزاف يا البنات، صدقوني من اروع ما يكون. راح نضيف عليه ملعقه كبيره تاع مارغرين ونلمو بالمعجون. هنا تحبي تلمي بالمعجون، تحبي تلمي بالعسل، لكن بالمعجون راح يعطينا ذوق روعه. يعني الذوق تاع المعجون مع الكاوكاو مع حلوه الترك، ذوق من اروع ما يكون. يعني جربوه واعطوا لي بالخبر. هنا راح نخلط الحشو تاعي حتى نتحصلوا على خليط خفيف وجاري، يعني نبقى نضيف في المعجون حتى نتحصلوا على خليط خفيف باش يسهل علينا نعمروا الحبات تاعنا. راح نخلط كل شيء مع بعض حتى نتحصلوا على خليط كيما هكا، ونجيبوا لابوش تاعنا، ولا ممكن تعمري غير بالملعقه، لكن لابوش راح تخفف عليك التعب وتعمريهم ليه. رجاء البنات اللي وصلت معايا لهذه المرحله نقول لك ما تنسيش حبيبتي دعم القناه بجيم وابوني، ودعم القناه بتعليق شباب كيما نتيا غاليتي. هنايا كما راكم تشوفوا البنات جبت حطيت غير فوق يدي هكا فوق صبعتي، راح نغلق الجناب كيما هكا، نعمر الحبات تاعي ونسوي الجناب كيما هكا ونحطهم هكا مايلين. راح نزيد نخدم معكم حبه. كما قلت لكم لابوش راهي تسهل عليكم الخدمه، ومم تقدروا تعمروهم غير بالملعقه هكا حبوباتي. راهي خرجت لي كميه ما شاء الله البنات. هنا يعني العجينه تاع 125 غرام مارغرين خرجت لي 42 حبه، يعني راهي كميه ما شاء الله. هنايا البنات كما راكم تشوفوا جبت القطايف، كنت حمصتهم، يعني قطعتهم رقاق وحمصتهم مليح. من بعد نجيبوا يا اما العسل يا اما المعجون اللي كان بقى لنا، ندهنوا به الحبه تاعنا من الفوق ونرمدوهم في القطايف، وبلا ما ننساو الجناب، يعني لازم نفينيوهم مليح بالقطايف باش تجينا الحبه تاعنا شابه. شوفوا الحبه تاعنا كيفاش جات، يعني تجي الحبه من اروع ما يكون، ما هي كبيره ما هي صغيره. راح نزيد نخدم معاكم حبه كيما هكا، راح نفوت بالبانسو ونرمدها مليح. هذوك القطايف كيما قلت لكم كنت حمصتهم من قبل. وهنايا هذا هو الكاطو تاعنا، جا روعه البنات صدقوني، غير جا من اروع ما يكون. والتزيين يبقى لكم اختياري، انا زينته هنايا بحبه تاع الجوز ودرت له لا فايدة الورقه الذهبيه. شوفوا كيفاش جا البنات. راح نقسم معكم حبه باش تشوفوا الحشو تاعها شحال جا معسل وطري، وزيد على هذا يبقى اطول مده ممكنه، يعني راح يبقى حاكم روحه وطري. شوفوا البنات، يعني روعه روعه. الصوره تتحدث لي وحدها يعني بلا ما نعبر لكم. اتمنى ان شاء الله كامل تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات اخرى ان شاء الله. سلام الله عليكم، دمتم في امان الله وحفظه، وسلام.